بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بإذنك يا رب هنعمله مع بعض البقسماط اللي هو على شكل حرف الاس المسكر اللي كلنا بنحبوه، سواء صغيرين أو كبار. تعالوا بقى بينا نخش الفيديو ونشوف احنا معانا ايه. أنا هنا حطيت قدامكم كوباية مية دافية دافية عشان الجو بدأ يسقع زي ما احنا عارفين. نزلت عليهم بمعلقتين ونص سكر. نزلت عليهم الكيس الخميرة ده حوالي معلقة كبيرة، يبقى معلقه كبيره خميره، معلقتين ونص سكر، كوبايه ميه دافيه. تمام. هيبقى معايا هنا تلت كوبايه زيت زي ما انتم شايفين، انا بعاير قدامكم بالكوبايه عشان ايه؟ ولا ميزان ولا حاجه، كله ايه قدام عينيكم اهو. تمام. هقلب وادوب الخميره والسكر مع بعض كويس جدا في قلب الميه الدافيه، عشان تعرفي ان الخميره بتاعتك بتبقى حلوه وجميله وكده، وهتبقى حلوه مع يعني هتخمر في العجين. تلاقيها طلعت ايه؟ فقاقيع من الهوا كده. نزلت عليها بعد ما دوبتهم بتلت كوبايه زيت، وبرضه هنقلبه فيهم. هنا برضو معايا ايه؟ معلقتين كبار سمنة، اي سمنة عندك، فلاحي نباتي، اي نوع سمنة عندك المتوفر في ايه في بيتك. هتقلبي بقى كل ده مع بعض كويس، هتدخليهم مع بعض كده وتقلبيهم في قلب بعض. هنا بقى كان معايا ايه؟ معايا نص كيلو دقيق، ده نص كيلو دقيق انا نخلاه. هنزل عليه بنص معلقة صغيرة ملح زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الملح في قلب الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ما تسرحوش كده، وانزلي حطوا لي اللايك، ولو انتي لسه جديده ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي لي في القناه وتكتبي لي تعليق حلو زيكم كده حبايبي. هنا بقى معايا المكونات السائله اللي احنا دوبناها مع بعض. نزلت عليها بمعلقه خل، تحفه في اي معجنات واحنا متفقين على كده. هتبداي بقى ايه؟ تعجني بقى مع بعض وتلمي كل المكونات اللي هي الجافه مع المكونات السائله. هتلاقيها اتلمت معاكي ايه في ثانيه، عجينه ممتازه 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 تحفه. هتاخدي منها نتيجه تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى، اديني بعجن اهي قدامكم بلم بسم الله ما شاء الله، يعني اتطبقت نضيف معايا بسرعه ازاي. هتخدميها بقى كويس. بصوا العجينه دي ممتازه، مكوناتها مظبوطه جدا. بصوا بقى هنا خلاص هبدا المها. هسيبها يا دوبك حوالي 5 دقايق ترتاح، من 5 دقايق ل10 دقايق. العجينه دي ما بتخمرش، بتريحيها بس. بصوا طريه وجميله خالص. هنسيبها بقى ترتاح شويه عبال ما احضر معاكم ايه؟ الغلاف اللي انا ايه هغلف بيه. بصوا انا هنا ما كانش عندي غير نص كوبايه ايه؟ سمسم محمص ابيض عادي، مش فارقه اي حاجه. نزلت عليهم بمعلقتين 3 سكر على حسب انت ما بتحبي سكرها ايه. نزلت عليهم بمعلقه زيت وهقلبهم كلهم في بعض. هنا بقى ايه؟ كانت العجينه بتاعتي ارتاحت حوالي 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى اشتغل ايه فيها على طول. هتقطعيها بقى كده زي ما انت عايزه، وهتبداي تبرمي فيها او تفتلي فيها ايه زي البقسماط. بصوا طريقتها ولا اسهل منها. هتقطعي بقى على حسب ما انت عايزه، عايزاها كبيره او صغيره. بصوا بقى هتتاكدي ان السمسم بتاعك مسك في قلب العجينه كده. ما تقلقوش، السمسم هيمسك ومش هيقع من على حرف الاس. طبعا انا معايا صينيه مش مدهونه اي حاجه، لان هي ما شاء الله فيها كميه دهان مناسب. صينيتي ناشفه مش مدهونه اي حاجه. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله جميله، بتتبرم معايا بسهوله. عجينه مظبوطه وتحفه بجد بجد، هو فعلا فعلا حرفيا احلى واطعم من الافران. وبنص كيلو دي هتعملي كمية جميلة، هترضي بيها فعلا بيتك واولادك. اعملي بس كوباية شاي كده وتعالي ايه اعملي لك شوية كده، اتعشي بيهم هتبقى حكاية، او تفطري بيهم هتبقى حكاية. بصوا العجينة ما شاء الله معايا تحفة. بصوا من العجينة ما شاء الله ماسكة في السمسم وجميلة ازاي. انا هنا حابة اوريكم بس التشكيلة انا بشكلها ازاي. سهلة جدا يا بنات. بصوا بتعملوا رقم 2 زي ما انتوا شايفين كده، وتيجوا قلبنا وعاملين الاتنين مقلوبة بس. صينيه ناشفه ما فيهاش اي حاجه ومش مدهونه اي ماده لونيه زي ما قلت لكم.
شكله كان جميل وطعمه كان احلى. بصوا عجينة ناجحة جدا، هش كده من جوه، كان هو بص عبارة عن هش فاضي من جوه كده شبه الهوا، ومقرمش وحاجة كده تحفة تحفة تحفة. صدقيني لو عملتيه مرة مش هتبطلي تعمليه، يعني تشتري تاني من بره. ومحدش بقى يقول لي لا ده تعب وعلى ايه، طب ما انا نشتريه من الفرن ومش عارفه ايه. بل بالعكس، ان انت كده وانت قاعده كده فاضيه هتسلي نفسك هتعمليه. مش هياخد معاكي نص ساعه تشكيله، اول ما هتخلصي تشكيله هتخبزي فيه، يعني مش هياخد معاكي وقت خالص. بل بالعكس، انت ضمنتي ان انت كده عملتي حاجه كويسه لولادك، وحاجه انت ضامنه نظافتها. زي ما انتوا شايفين كده، حاجه اكنكم بتتسلوا وبتلعبوا. وبعدين انت دي لو عملتي كل مره حاجه بكميه قليله زي ما انتوا شايفين كده، بكميه نص كيلو دقيق، انت مش هتخلصيها بسرعه ومش هتملي. يعني كل مره لما تحبي تجربي حاجه، سواء القرص اللي هي نوعها من الفرن او الكلام ده كله، اعملي ابدأي بنص كيلو. مش هياخد منك وقت، وفي نفس الوقت انت يعني بتصنفي من نص كيلو دي حاجات كتيره، ومش هتحسي بملل. لا، بصوا زي ما انتوا شايفين كده شكله تحفه. بصوا مليان بقى من السمسم والسكر كده تحفة. هنا بقى كان السمسم بتاعي كان خلص، طب ايه، وكان معايا عجين. طب وعلى ايه، رحت زي ما انتوا شايفين كده برمتهم بقسماط وكان تحفة. اكلناها بالجبنة كان تحفة، مقرمش وهش وكان حاجة تحفة. بصوا، منها عملنا مسكرة، ومنها برضو في نفس الوقت في نفس العجينة عملنا برضو بقسماط كان حكاية. طب انتي هتسيبيهم يخمروا؟ لا مش هسيبهم يخمروا. اول صينيه انا قطعتها، انا هنا كنت مشغله الفرن بتاعي يسخن، تمام، هعملهم في فرن البوتاجاز. هتسيبيه كده يسخن حوالي 10 دقايق. اول ما تتاكدي ان الفرن بتاعك سخن، هترفعي الشبكه بتاعتك اللي في النص، وهتوطي بقى النار كده ايه، يعني انت لو عندك درجات حراره هتخليها على 170 زي ما تكوني هتسوي كحك او بسكوت. البقسماط ما بيحبش النار العالية، بيحب النار الهادية علشان خاطر يتلدن ويبقى مقرمش كده ويبقى جميل. وكمان الزيت اللي احنا حطيناه بيساعد ان هو يتن مقرمش وجميل، والسمنة بتديله الطعم الايه الكويس اللي انت بتحبيه. بصوا زي ما انتوا شايفين قطعت الحتة اللي باقية من العجين كلها بقسماط. على حسب بقى ما انت بتحبي اللي هو ايه، عايزاه طويل عايزاه قصير زي ما انت عايزه. بس انا ما بتفرقش معايا، اللي كان بيطلع في ايديا كنت بنعمله، لان دي مش حاجه مش احنا هنبيعوها، يعني دي حاجه لبيتنا. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، النص كيلو دي عمل لي حبه حلوين جدا. والله بجد يعني رضيت بيها اهل بيتي، وكان حكايه حكايه حكايه، والباقي اتعشينا منه. بصوا ما شاء الله، بصوا بسم الله ما شاء الله، جماله ولونه تحفه. السمسم ما وقعش من عليه، مقرمش جدا. بصوا اقول لكم هنا مقرمش جدا جدا جدا. بصوا، بصوا مفرغ، حاجه كده كانت تحفه. بصوا ما انا بقول لكم هنا مفرغ وجميل ازاي، وهش ومقرمش من بره، وبصوا ومن جوه حاجه كده تحفه. بجد جربوا ان انتوا تعملوا في البيت مش هتندموا. بصوا ناعم وبيدوب في البق. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ومع السلامه في فيديو جديد بمشيئه الرحمن. مع السلامه.